السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شايفين شكل العياش؟ اللهم صل على النبي، تحفة زي البطيخ كله قايم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. آه، ده العيش الظلي اللي بنخبزه في الارياف. صلوا على النبي يا جماعة وكمل معايا الفيديو، وإن شاء الله تتعلم في الفيديو ده حاجات كتيرة إن شاء الله هقولك عليها عن العيش، كل تفاصيل العيش من أول العجين لحد ما تخبزيه، وإزاي يعني تحطيه لحد ما تحطيه في التلاجة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا هنا بنخبز العيش زي ما انتوا شايفين كده. في ناس بتقول عليها احنا بنرح العيش، لكن احنا بنقول بنخبزه. هتحط التجريز زي ما انت شايفة كده عشان ما يلزقش معاك. التجريز دوا بيخلي العجينة حتى لو كانت طرية تبقى خالعة من على المطرحة وتعرف تخبزيها بكل سهولة. ده شكل الخبيز معانا. تعالوا معايا اقول لكم ازاي هنعمل العجينة، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. والعجينة بتاعته سهلة جدا وبسيطة. ب2 جنيه خميرة، لان انا هعمل كمية يعني كبيرة. مثلا هتحط بالخميرة دي وتدوبيها كويس. لازم تدوبيها كويس في الانجر او العجين اللي انت بتعمل فيه. لازم الميه تبقى دافيه، لان دي شتاء فالميه لازم تبقى دافيه. في الشتاء العجين طبعا العجين مش هتاخد عجن. انت يعني هتلفيها بسرعه بايدك، مش هتملك كتير، لان كل ما تملكيها في الشتاء هتاخد معاكي خبيز وتغلبك. وبعدين في الشتاء لازم تخلي العجينه معاكي لازم تخلي العجينه مش ناشفه، يعني تبقى سهله شويه. احنا معانا هنا الدقيق القمح بتاعنا. كل ما تطريها يعني بتشد العرق بتاعها شويه، فانا عامله العجينه طريه. هوريكم ازاي. هتقلب العجينه كويس زي ما انت شايفه كده لحد ما توصل للقوام ده. طبعا مش كل قمحة هتعجنيها بالقوام ده، لازم تعجنيها شديدة شوية عن كده. بس احنا العجينة بتاعتنا بتشد كل ما تعمليها في الشتاء، وتعجنيها بمية دافية. الجردل الصغير اللبني ده اللي كان معايا كان ملان مية، انا استخدمت المية اللي كان فيها كله. وحطيت ب2 جنيه خميرة، وهحط معلقتين ملح بس، حوالي معلقتين ملح. هتدوبيهم في شوية مية زي ما انت شايفة كده، معلقتين ملح وتدوبيهم كويس. بعد ما دوبت الملح كويس هتضيفيهم على العجين. وهي العجينة كده قربت تخلص عجين معانا، يعني هتملكي يعني تلفيها شوية. في الشتاء مش هتملكيها، عشان في الشتاء كل ما تملكيها هتاخد معاكي في الخبيز. ولازم تخلي العجينة طرية شوية في الحرارة. تعجن مية من الحنفية، وتشدد العجينة شوية عن كده. هتعجنها كويس زي ما انت شايفة بالشكل دوا لحد العجينة ما تتجانس مع بعضيها، وتبقى القوام بتاعها كله زي بعضيه. ما تبقاش حته يعني فيها حبة مية وحته ما فيهاش حبة مية. وانا غطيت العجين وسبته لحد ما دفي معانا واختمر. ده شكل الخمر بتاعه، ملا الانجر وطلع فقاقيع زي ما انتم شايفين او بجليل بالشكل دوا. دي الردة معايا هنا. الردة بتفل بيها الطشت او الحاجة اللي هتجرس فيها. احنا بنجرس في الطشوطة، في الصواني، على طبلية، اي حاجة عندك ترش الردة زي ما انت شايفة كده. الردة دي لازم تبقى محللاها بغربال سلك عشان ما يبقاش فيها اي شوايب او اي غبارة، يعني من الدار اللي قبليه. وهتفرديها في قعر الطشت زي ما انت شايفة كده. في ناس بتقول عليها نخالة، وفي ناس بتقول عليها ردة. دي بتطلع من الدقيق القمح. النخالة بنتفل الطشت ونجرس عليها. ده شكل التجريس. هتجرس بالشكل اللي انت شايفاه كده. هتقطع العيش، هتجرسي، تحط ايدك في، تبقى جايبه معاكي حبه ميه وحبه زيت، وتحط ايدك التانية اللي مش متجرسي بيها تبليها ميه وتجرسي بيها. انا بجرس بايدي اليمين وايدي الشمال بس، ببلها واخد عليها الرغيف. يعني ايد بتبقى فيها العجين، وايد ما تخليهاش تطول العجينه، يعني تبليها ميه فهتبقى العجينه خالعه من ايدك.
وتجرسيه وتحطيه بالشكل اللي انت شايفاه كده، جار بعضيه دواير لحد ما تخلص كمية العجين اللي معاك كلها. تفكيه كده على حافة الانجر وتاخديه تقطعيه بالشكل اللي انت شايفاه ده. تبلي ايدك. انا حاطه في الطبق اللي جاري دوا حبة مية وعليهم نقطتين زيت، وهتجرسه بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا اي دقيقة قمح تاني غير دقيقتنا ممكن تخليها شديدة عن كده، لان لو طريتيها بالشكل ده ممكن ما تعرفيش تخبزيها. لو دقيقة يعني ساخة اللي هي بتحل بسرعة فممكن تبوظ منك. تجرسيها كده وتخليهم بعيد عن بعض، ولما تفك معاكي بالشكل ده هتسيبيها شوية. بعد ما تجرسيها حوالي نص ساعة هتلقيها فكت كده معاكي. في الشتاء بتسيبها شويه في الحراره، بعد ما تخلص التجريس تروحي مدور على طول تسخن الفرن وتخبزي. لكن في الشتاء تسيبيه شويه. ده شكل الفرن معانا، هنولعه وهنخبز زي ما انتوا شايفين. ده شكل العش الظل معانا. بسم الله ما شاء الله عليه. انا مولع الفرن من تحت وموطياه لان الفرن بتاعنا بيسخن بسرعه، القعر بتاعه ممكن يحرق منك العيش. ولازم قبل ما تولع الفرن تمسحي البلاطه كويس وتنضفيها وترمي بالشكل اللي انا رميت بيه ده. بسم الله ما شاء الله عليه. العيش طالع بصي مختمر معاكي وقايم. لو سبتيه ياخد عيانه في التشوطه، يعني ياخد وقته براحته ويختمر معاكي كويس. العيش كله بسم الله ما شاء الله عليه هيقوم معاكي. احنا هنا بنخبز زي ما انتوا شايفين كده. دي طريقه الخبيز. تمسك المطرحة. في ناس يعني بتمسك المطرحة من تحت براحتها، تمسكها من فوق زي ما انت شايفة بالشكل ده، وتحط حبة الدقيق دي. ليه بتحط حبة الدقيق ده؟ عشان ما تلزقش معاك في المطرح. بعد ما تخبزيه بالشكل اللي انت شايفاه ده هترميه في الفرن. لو الفرن مزنوق يعني معاك او في عيش كتير هتجنبي على جنب وترمي في الجنب التاني. زي ما انتوا شايفين كده انا رميت من جوه جنب النار العالية، والرغيف بسم الله ما شاء الله عليه قايم زي ما انتوا شايفين كده. تداير الرغيف الجنب اللي جنب النار زي ما انتوا شايفين كده بيتحمر بسرعة. هتحط الجنب التاني لحد ما يبقى كله زي بعضيه ومنقرش معاكي، وتصلي على النبي وتسمي بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ولو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا ما تبخليش عليا باللايك فضلا منك وليس امرا، ودعميني وشجعيني. ولو اول مره شاف القناه بتاعتي اشتركي في القناه، وان شاء الله باذن الله عشان اقدر انزل لكم كل حاجه عن الريف. انا طبعا بربنا ثم بيكم ان شاء الله باذن الله. انا عشمانه في ربنا خيار. بربنا ثم بكم ان شاء الله باذن الله هوصل، وربنا يكرمنا. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يفك على كل متضايق. اللهم امين يا رب العالمين. ويرزق كل مشتاق الذريه الصالحه. طبعا انتوا سامعين صوت ولادي قاعدين يزيطوا جنبيا وكده، فربنا يا رب يرزق كل مشتاق الذريه الصالحه. اللهم امين يا رب العالمين. وده شكل الخبيزه. تخبز زي ما انت شايفه كده، تصلي على النبي وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتذكر الله، وربنا هيكرمك والعشاء هيبقى زي العسل معاك. انا هنا بخبز انا وحماتي وام جوزي، ربنا يخليها له ويبارك لي فيها ويديها الصحه وطولة العمر. اللهم امين يا رب العالمين. ما يحرمنيش منها. اللهم امين يا رب العالمين. هي بتخبز لي يعني وانا بطيب معاها وبخبز معاها يعني زي ما انتوا شايفين كده. ده الخبيز على المطرحه. اما تاخدوا القدام ازاي عشان تحففوا شويه. انا هنا خدته منها وبكمله زي ما انتوا شايفين. ده شكل الرغيف بعد ما كملناه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وشايفين العيش بسم الله ما شاء الله عليه تبارك الله قايم كله وزي البطيخ. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ده شكل العيش. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو عجبكم الفيديو او عجبكم العيش دوا حطوا لي لايك.
احنا هنا الفرن حاطين عليه حوالي 4 ترغفة، 2 من بره على الفرن، وتداريهم عشان خاطر الجنب اللي بيبقى جنب النار ما يتحرقش منك، لازم تداريه العيش. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الله على العيش طالع، بسم الله ما شاء الله تحفة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين كده معايا العيش، انا حاطه هنا قفاصه على الارض يعني، وفرشه تحتيها حاجات تاني يعني، مش حاطاها على الارض على طول، قفص وحاطه مطارح وبطلع عليها، وبطلع على الطبليه برضو. ده شكل اللي احنا بنهز شايفين اللي على الفرن بسم الله ما شاء الله عليها قايم كيف، وترمي بالشكل ده. ده شكل لما تلقط الرغيف. ازاي تلقط الرغيف؟ تلقطيه كده وتكبريه شويه على ايدك وتروحي راميه على المطرح. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك، صلوا على النبي. زي ما انتوا شايفين كده احنا بنخبز العيش انا وحماتي، ربنا يخليها له ويبارك لي فيها، وبسم الله ما شاء الله عليها قايم كله وزي البطيخ. صلوا على النبي. يا جماعه ما تزهدوش مني لو انا بحكي كتير او بقول لكم كل شويه صلوا على النبي. انا بقول لكم صلوا على النبي عشان تكسبوا حسنات، وربنا يبارك في اللي بندينا واللي بنديكم، وربنا يا رب يرزقكم الذريه الصالحه، اللهم امين. وزي ما انتوا شايفين العشاء بسم الله ما شاء الله معانا، وهي الاضاءه مش حلوه، بس احنا بنعمل هنا في الليل فالاضاءه مش حلوه جو، بس العش بسم الله ما شاء الله عليها كان تحفه. بصي بنتي مسكت الرغيف قطعته زي ما انتوا شايفين كده قايم على فرعتين، والقعر بتاعه منقرش، وبسم الله ما شاء الله عليه تحفه. بألف هنا وشفا يا جماعه، اتفضلوا.